السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المتابعين بفيديو جديد ووصفة جديدة. صح تأخرت عليكم بتنزيل الفيديو، ولكن جبت لكم وصفة بتطير العقل. حنحضر اليوم مع بعض البوريك التركي بحشوة جدا مميزة وشهية، وحتاكلوا أصابعكم وراها. حنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونبدأ بالمكونات والمقادير. ولو أول مرة بتزوروا قناتي يا ريت لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وأهلا وسهلا فيكم أحلى متابعين. حنحتاج ل500 جرام من فيليه دجاج، غسلته بالمي والخل والملح وصفيته، وبعدها قطعته لمكعبات صغيرة، بإضافة 5 حبات من المشروم الفريش، بإضافة حبتين من الجزر، و200 جرام من الذرة الصفراء، بإضافة حبة فلفل واحدة، وعندي الثوم والبصل الباودر، فيكن تستبدلوه بالبصل الفريش، وعندي تشكيلة من البهارات بإضافة زيت الزيتون. طريقة التحضير: حنضيف البهارات أو هي التوابل على قطع الدجاج، وحخلطهم كتير منيح واتركهم على جنب. وحنحضر هلأ المقلاية بمقلاية تيفال على النار أو أي مقلاية عندكن غير لاصقة. طبعا حنحط 3 معالق من زيت الزيتون، وحنضيف الدجاج طبعا بعد ما هون اتشرب من البهارات، وحنبدأ نشوحهم لحتى يتغير لونهم. حنضيف عليهم معلقة كبيرة من البصل البودر، فيكن تستبدلوه بالبصلة فريش تقطعوها ناعم وتحطوها، وضفت عليهم معلقة ثوم مهروس، 3 فصوص ثوم، بإضافة الجزر المقطع، بإضافة المشروم أو الفطر، وفيكن تستغنوا عنه لأنه اختياري. ضفت عليها حبة الفلفل أو الفليفلة الخضراء، فيكن تحطوا لها حمراء أو صفراء حسب ما موجود عندكم. شوحتهم شوي على النار، وضفت عليهم 200 جرام من الذرة الصفراء. ولناخد نكهة خرافية حنضيف عليهم هيك عرق واحد أو عرقين صغار من الروزماري. غطيتهم وتركتهم أخدوا معاي 7 دقايق. اتنشفت المي تماما والدجاج استوى. حنرفع هلأ الروزماري، هو عنصر ثقيل بالحشو غير محبذ، لذلك نحن حناخد النكهة فقط. حنرفعه بالملقط وحاسكب حشوتنا الخطيرة جدا جدا بجاط لحتى تبرد. تخيلوا مكون الكاري عاطيها نكهة ولا أروع من هيك. والدجاج مستوي ومنهنة. نقدر المادة اللاصقة: حنحتاج لمعلقتين من الطحين، حنحطهم بزبدية غميقة، وحضيف عليهم 3 معالق من المي، وحأخلطهم كتير منيح لحتى يتجانسوا تماما. وهلأ وصلنا للعنصر الأساسي: حنحتاج لخبز اليوفكا مثل ما واضح عندكم بالشاشة، بإضافة جبنة الموتزاريلا. وهلأ حشوتنا بردت وصارت جاهزة، وحنبدأ بلف البوريك. حنمسك القطعة بقطعتها نفردها. طبعا البقية نحن مغطينهم ببشكير طبعا خاص نضيف وناشف، حنحطهم فيه ونغطيهم لحتى نحافظ على طراوتهم لحتى ما ينشفوا. وخاصة هلأ الدنيا صيف، في مراوح وفي مكيفات وكذا، فضروري انه تغطوهم. ومثل ما ملاحظين بنحط معلقة معلقتين من الحشوة حسب ما انتو بترغبوا، وبنعطيهم هيك رشة من جبنة الموتزاريلا. وبعدها بنلفهم من كف الأطراف طبعا مثل ما واضح عندكم بالفيديو، من كف الأطراف من الجوانب، وبنبدأ باللف نفس طريقة اليبرق. وآخر شي بنعطيها هيك دهنة بسيطة براس المعلقة من المادة اللاصقة. حنلف الكل بهالطريقة ونصففهم جاط، وكمان حنغطيهم. وهلأ حننتقل لخطوتنا الأخيرة. بمقلاية صاجة سميك وعلى النار حطيت تقريبا كاستين من زيت النباتي، وأول ما بيحمى الزيت مننزل أصابع البوريك ومنحركها بهالشكل، منقلبها لحتى تاخد لون الذهبي. وعلى مناديل المطبخ حنصفف هالبوريك لحتى يتشرب الزيت المتبقي منه. وهلأ صارت وصفتنا جاهزة. شو رأيكم بهالأصابع؟
ما شاء الله الروايح بتشهي والأصابع عم تقرش قرش. شوفوا على هاللون الذهبي اللي بيطير العقل. ولسه هيك يعني القرشة من برا شي خرافي. شوفوا الحشوة، دجاج مع ميكس الخضار مع الجبن، فعلا ولا أروع من هيك. ومو بالضرورة تحشوها دجاج، إذا ما موجود عندكم فيكن تعملوا ميكس من الجبن وتحشوها أو أي حشوة انتو بترغبوا فيها. أنا سابقا منزلة فيديو للمسخن الفلسطيني، فيكن ترجعوا له، حأترك لكم اللينك بصندوق الوصف. وصلنا للنهاية، يا ويل حالي، شو هالمنظر، لك شي بغرف القلب. تفرجوا. طبعا هلا الشاشة لحالها عم تحكي. أنا بتمنى عن جد هيك يوصلكن الطعم، الروايح الطيبة، أحلى غدا وسريع وب10 دقايق، ما حيكلفكن كتير ولا حياخد من وقتكن كتير. لازم تجربوه وتعطوني رأيكن. لا تنسوني من دعائكن ودعمكن غوالي وكومنت حلو مثلكن، وبشكر كل حدا عم يدعمني وبيترك لي كومنت حلو مثله. جربوه غوالي ولا تنسوني من دعمكم ودعائكم، وإن شاء الله ألف صحة على قلوبكم. تحياتي للجميع.